نادي شربين الرياضي أحد أندية الدلتا يستعد بكل جدية للموسم القادم 2017-2018 تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن مصطفى عبده، ومعه جهاز معاون متعاون، كابتن محمد سلطان مدرب عام، دكتور محمد أبو سعد مخطط أحمال، كابتن السعيد الشناوي مدير إداري، دكتور سمير أبو زيد أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل. في حضور 14 لاعب من القائمة القديمة ومعهم 10 لاعبين الجدد: محمد خيري، محمد علي، محمد مأمون، غريب حشمت، نادر علي، حسام نبيل، بالإضافة إلى اللاعبين القدامى. والجهاز الفني يعمل بكل جدية داخل المستطيل الأخضر بنادي شربين استعدادا للمنافسة الشرسة على المجموعة الثالثة القسم الثاني الممتاز به. بسم الله الرحمن الرحيم. محدثكم كابتن حمدي عبية، المركز الإعلامي بنادي شربين، والمران الحصري والرئيسي للفريق الأول تحت قيادة المدير الفني كابتن مصطفى عبده. معنا الكابتن أشرف خطاب عضو مجلس إدارة نادي شربين الرياضي ولجنة الكرة، وآخر استعدادات نادي شربين يا كابتن أشرف للموسم الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احنا السنه دي معانا جهاز فني على اعلى مستوى بقياده الكابتن مصطفى عبده، ومعاه الكابتن محمد سلطان مدرب عام، ومعاه الدكتور محمد تأهيل، وراجل طبعا مشهود له بالكفاءه. وما طبعا ان شاء الله في الطريق مدرب حراس مرمى على مستوى عالي يكون اضافه قويه باذن الله للجهاز. كابتن سعيد الشناوي مدير اداري، ومعاه الدكتور سمير ابو زيد اخصائي علاج طبيعي، ومعانا الاعلامي كابتن حمدي عبيه اللي هو اعلام النادي. بالنسبه للفريق احنا معانا مجموعه متميزه من عناصر من السنه اللي فاتت، اللي هم يعتبروا الصفوه بتاع السنه اللي فاتت، متمثله في عبد الواحد وشوكه واحمد شوقي ومحمد المرسي ومحمد رزق. طبعا ديت بنضيف عليهم مجموعه متميزه برضه جبناهم السنه دي من انديه المحله وانديه ابو قير والقناه، ويعتبر مثلا على يعني تم التدعيم ب 10 لاعبين جدد. على سبيل المثال في معانا صالح من غزل المحله، ومعانا محمد خيري من الاولمبي، ومعانا طبعا جبنا محمد مأمون من الشهداء، ومعانا طبعا السنه دي يعتبر من عناصر مميزه جدا ان احنا هنجيب خمس عناصر مميزه جدا من الدوري الممتاز، هيكونوا اضافه قويه جدا للفرقه. وان شاء الله هنشوف فريق شربين السنه دي في سوبه الجديد. لازم ان المجموعه اللي احنا داخلين فيها السنه دي مجموعه ناريه، واحنا بنجهز نفسنا ان احنا السنه دي باذن الله ننافس على الصعود باذن الله الدوري الممتاز، لان احنا مش اقل من فرق كتير ان احنا ننافس على الصعود بعد الامكانيات اللي موجوده في النادي، سواء اللي موفرها مجلس الاداره او اللي مجلس الاداره بيمولها من الجهات اللي هي مثل البث الفضائي اللي بقى عامل اساسي ومؤثر لفريق الكره. وان شاء الله هنشوف فرقه باذن الله قويه جدا، ونوعد جماهير شربين ان احنا هنكون السنه دي في مصاف الانديه اللي بتنافس على الدوري الممتاز، ونوعدهم ان شاء الله يسوقوا فريق قوي يعتبر حصان الاسود في المجموعه باذن الله. جماهير شربين يا كابتن اشرف عايزه تطمن على مركز حراسه المرمى. والله احنا لغايه دلوقتي احنا معانا 2 حراس مرمى مميزين، ويعتبر لعبوا 3/4 من الماتشات، يعني 75% من الماتشات السنه اللي فاتت، اللي هو متمثل في احمد شوقي وابو جبل. وان شاء الله من دعم المركز ده بحارس مرمى مميز يكون عنده خبرات كبيره لعب في الدوري الممتاز، وان شاء الله يكون اضافه قويه باذن الله في خلال ايام بيتم التعاقد معاه. وما تقلقوش على مركز حراسه المرمى، وان شاء الله في جاي مهاجم افريقي مميز برضه للفرقه جنب بكر السنغالي، لان احنا بقى من حقنا 2 افارقه باذن الله يكون اضافه قويه، مع هاف ديفندر جاي من التفاوض معاه اليومين دولت، ديفندر جامد جدا، وهيكونوا يعني 4 عناصر مميزين جدا هيساعدوا الفرقه ان هم يعتبروا في مصاف الانديه الدوري اللي بتنافس على صعود الدوري الممتاز بعد الاضافات اللي هتيجي باذن الله. شكرا يا كابتن اشرف. شكرا. معنا ومعكم اعزائي المشاهدين الاستاذ عبد الله كبشه نائب رئيس مجلس اداره نادي شربين. اهلا كابتن عبد الله. اهلا بالقناه الجميله وقناه شربين، واحنا سعداء ان احنا نلتقي بالاستاذ حمدي عبيه الممثل الشرعي للمركز الاعلامي لنادي شربين الرياضي. رؤيه الاستاذ عبد الله كبشه بعد اجتماع مجلس اداره اتحاد الكره المصري والقرارات المهمه اللي اتخذت
والله انت بالنسبه للموضوع المجموعه 3 مجاميع ومجموعه واحده، احنا في الافطار اللي هو السنوي في نادي عمال المنصوره اتقابلنا كمجلس اداره مع رئيس الاتحاد الدولي، رئيس اتحاد الكره المصري كابتن هاني ابو ريده واعضاء مجلس اداره. ويمكن انا اتكلمت بصفه خاصه مع كابتن هاني وفهمته، قلت له ان كل بلد لها ظروفها واحنا ما ينفعش دوري مجموعه واحده. ازاي ممكن العب ماتش في شربين والاسبوع الثاني اطلع على اسوان وارجع العب شربين واروح تاني مثلا العب في قنا؟ عاوز لي مثلا كل ماتش العبه في شهر. قال لي لما الدوري الممتاز مجموعه واحده، قلت له الدوري الممتاز بيتمثل انديته كلها 80% من القاهره الكبرى وفرقتين من اسكندريه وثلاثه وفرقه من بورسعيد والاسماعيليه. لكن احنا النهارده بنلعب 5 من 6 فرق من الصعيد و5 من القاهره والقناه و5 من بحري. يبقى هنا المشكله كبيره جدا. مصر مع هناك. فقال لك اوروبا كده، قلت له طب اوروبا كل مدينه فيها مطار بيركب الطياره ساعتين بيوصل البلد الثانيه ويلعب ويرجع تاني. لكن هنا عشان اروح ماتش من اسوان عاوز لي يومين وارجع في يومين والعب ماتش هنا ازاي؟ مع حاله، هي حاله مستحيل. كذلك ان هي يعني بعتبره اباده للكرة في الأندية الشعبية، لأن أنت ممكن بالنظام اللي بيعملوه ده المنصورة ودمنهور وكفر الشيخ بيلعبوا درجة ثالثة ورابعة. طب احنا نعمل ايه؟ احنا جنبهم اللي احنا مش محافظه ومالناش دعم زي المنصوره ولا كفر الشيخ ولا دمنهور ولا الفرق دي كلها. احنا شفنا الترسانه كانت هتنزل، شفنا القناه كان هينزل، شفنا سكة الحديد اعرق نادي في مصر نزل درجه ثانيه، يعني درجه ثالثه. شفنا دمياط العريقه في الكره طلعت الفناجيني، طلعت لعيبه كبيره جدا، ناصر بدران واللعيبه الكبيره نزلت بقى درجه ثانيه. طب هتبقى هي درجه بعد كده ثالثه ولا رابعه؟ فالكلام ده كان مستحيل. فاتحاد الكره في دعا الانديه واستجاب لنا، والناس كلها ابدت رايها ان الدوري ده دوري ممتاز بيظل 3 مجاميع، لان مصر بتنقسم 3 اقاليم، كل اقليم يمثل دوله. شكرا لحضرتك يا استاذ عبد الله. شكرا لكم يا جماعه. شكرا.